كيبدا الفيلم ديالنا بقطره نازله من السما اللي كطيح في الارض وكتحول لورده ذهبيه سحريه، فكتشوفها مرا شارفه سميتها غاسل وكتبدا تغني ليها. فجاه كتضوي الورده وكترجع غاسل لشبابها. وبعد مئات السنين كنشوف واحد المملكه اللي حكمها ملك وملكه محبوبين عند الناس، وفي ديك الوقيته كانت الملكه مريضه بزاف وهي في اواخر الحمل ديالها، وباش يعالجوها كيمشيو الحراس يقلبوا على الورده السحريه اللي في نفس الوقت كنشوفوا غاسل اللي يلاه بغات تغني ليها وهي تسمع صوت الحراس جاي لجهتها وهي تهرب. فكيجيو الحراس وكياخذوا الورده السحريه للملك اللي كيعطيها الملكه تشربها. وهنا كتزاد عندهم بنيه زوينه بزاف سميتها رابونزل، كيفرحوا بها والديها بزاف وكيطيروا مصباح في السماء بمناسبه عيد ميلادها. وفي واحد الليله كتدخل عليهم غاسل للقصر وكتغني اغنيه لرابونزل اللي كيضوي ليها شعرها وكيرجع غاسل لشبابها. وبمجرد ما قطعت شويه من شعرها كتمشي منه قوته السحريه، فاختفات غاسل رابونزل وهربات. وكنشوفوا الناس اللي كيقلبوا عليها ولكن ما لقاوش ليها الاثار. وفي واحد البرج اللي معزول على الناس كنشوفوا غاسل اللي ربات رابونزل على اساس انها بنتها ومنعت عليها الخروج من البرج. وكيبانوا لينا الملك والملكه اللي كيطيروا المصابيح في كل اعياد ميلاد رابونزل على امل تبان شي نهار. كيدوز الاعوام وكتكبر رابونزل واللي كتكون كتلعب مع صديقها باسكال اللي كيطلب منها تهبط من البرج، فكترفض رابونزل وكتقول ليه العالم برا خطير وعامر بالشفره والمجرمين. ومن بعد كتبان لينا بدات كتنقي وتجمع في البرج، وكنعرفوا انها كتبغي تقرا الكتوبه وترسم في الحيوطه، وفي الاخير كتسرح شعرها اللي كان طويل بزاف وزوين. وكتكون رابونزل متحمسه بزاف حيت غدا عيد ميلادها، وبالليل غادي تشوف المصابيح وهي طايره في السما، وكتمنى ان امها تخليها تمشي تشوف المصابيح عن قرب. وفي بلاصه اخرى كنشوفوا شفار فليندرايدر اللي معاه جوج خوت شفاره وكيمشيو يتسلوا قصر الملك والملكه، وكيربطوا فليندرايدر بحبل وكيهبطوه من السقف باش يشفر تاج الاميره. وطبعا كيشفروا التاج وكيهربوا. ونرجعوا عند رابونزل اللي كتعيط ليها امها وكدلي ليها شعرها وكتجرها للبرج وكترحب بها. وكنشوفوا غاسل اللي طلعت امراه انانيه وطماعه كتقول لرابونزل تغني ليها حيت عيانه، فكتغني ليها رابونزل وكترجعها للشباب ديالها وكتفكرها ان غدا عيد ميلادها وغادي تولي عندها 18 عام. وكتطلب من امها تخليها تخرج باش تشوف انوار السماء عن قرب، وهي تكذب عليها وقالت لها ان هادوك غير نجوم ماشي انوار السماء كيف ما كيحساب لك. ولكن رابونزل كانت عارفه ان هادو انوار ماشي نجوم. وكتحس رابونزل ان المصابيح كيطيروهم على قبلها حيت كيبانوا غير في عيد ميلادها، وكتطلب امها باش تخليها تخرج ولو مره واحده تشوفهم عن قرب. وطبعا غاسل كترفض وكتضل من البرج وكتبدا تغني ليها وهي كتخلعها وكتحذرها من العالم برا اللي فيه الشفاره والمجرمين، وكتقول ليها باللي كاين الشفاره اللي باغيين يخطفوها ويستغلوا شعرها السحري، وكتفهمها انها ما تقدرش تحمي راسها حيت باقا صغيره وضعيفه. وفي الاخير كتقول ليها ما تبقاش تطلب منها مره اخرى انها تخرج من البرج وكتودعها وكتمشي. وطبيعه الحال رابونزل كتكون حزينه حيت ما غاديش تحقق الحلم ديالها. وكنمشيو عند فليندرايدر اللي كيتعصب ملي كيشوف تصويرته معلقه في شجره وكيتقلق حيت راس منيفو كبير. فجاه كيشوفوهم الحراس هو والشفار اللي معاه، فكيهربوا حتى كيوصلوا لطريق مسدوده، فكيطلب منهم فليندرايدر يهزوه هو الاول ومن بعد يشدهم يطلعوا. فكيوافقوا ولكن شرطوا عليه الصاك اللي فيه التاج يبقى عندهم. وفعلا كيعاونوا فليندرايدر باش يطلع ولكن كيشفر منهم الصاك وكيسمح فيهم. فكيشوفوه الحراس وكيتبعوه وهو كيجري كيحاول يتفادى الاسهم وكيتعلق في حبل وكيضرب رئيس الحراس وكيركب على الحصان ديالو. فكيتعصب الحصان اللي سميتو ماكس وكيحاول ياخذ ليه الصاك اللي فيه التاج اللي كيطيروه وكيتعلق في الشجره وكيضاربوا بجوج على شكون اللي غادي يوصل ليه الاول. وكيمشيو في الشجره اللي على الحافه، وفي اخر لحظه كيقدر فليندرايدر يشد الصاك ولكن كطيح بهم الشجره وكيتفرقوا على بعضياتهم. وبالصدفه كيلقى فليندرايدر مدخل سري وكيدخل ليه باش يهرب من ماكس، وكيتفاجئ ملي كيشوف البرج معزول على الناس وكيبدا يتسلق. وبمجرد ما كيدخل كضربوا رابونزل بمقلق وكتغيبوا وكتقرب ليه وهي خايفه ومستغربه من الشكل ديالو. ومن بعد بدات كتحاول تخشيه في الماريو، وبعد محاولات بزاف اخيرا قدرت تخشيه وكتاخذ التاج من الصاك وكيسحب لها خاتم وجربت تحطه على راسها ولكن ما عرفتش ديالاش. فجاه كتعيط لها ماماها فكتخبي التاج وكتمشي تلوح لها شعرها وكتجرها وكتطلعها. وكانت رابونزل متحمسه بزاف باش تعاود لماما على اللي وقع باش تبين لها انها ما كتخافش وتخليها تمشي تشوف الانوار. فتعصبت عليها غاسل وقالت لها عمرك تحلمي انك غتخرجي من هذا البرج. فكتقلق رابونزل بزاف وقررت ما تقول لها والو، وهي تقول لها انها بغات
بغات غير الملونات باش ترسم بمناسبة عيد ميلادها، وهي تقول لها غاسل ان هاد الرحله كتاخذ ليها 3 ايام، وتصالحات معاها وكتوافق تجيب لها الملونات، فكتخليها وكتمشي. فكتفكر رابونزل فلان وكتمشي تخرجوا من الميريو وكتربطوا بشعرها وكتخلي باسكال ينوضوا. فكينبهر فلان مني كيشوف شعر رابونزل وكينبهر اكثر مني كيشوفها هي، وكيقول لها انه سميتو فلان رايدر. فكانت رابونزل خايفه منه وسولاتو شكون اللي صيفطو علاش بغى يشفر لها شعرها. فكيستغرب فلان وكيعاود لها داكشي اللي وقع ليه وانه شاف البرج غير صدفه. فكيتفكر تاج وكيسولها عليه وكتقول ليه انها مخبيه في بلاصه سريه ما غاديش يلقاه وخا يقلب عليه. وكتفرح رابونزل حيت ما جاش باش يشفر لها شعرها، وكطلب منه يديها مكان الانوار وفي مقابل ترجع ليه التاج. فكيوضح لها فلان رايدر ان هادوك مصابيح كيطيروها على قبل الاميره مفقوده، وكيرفض يعاونها حيت الحراس المملكه كلهم كيقلبوا عليه. فكتعصب عليه رابونزل وكتقول ليه انه ما يحلمش يدي معاه التاج الا الا داها عند المصابيح. فكيبقى يشوفها وكيضطر انه يوافق. وكيبدا فلان هابط من البرج وكنشوف رابونزل اللي كانت متوتره وخايفه ومتحمسه في نفس الوقت، فكتشجع وكتهبط بشعرها وكتقيس الارض لاول مره في حياتها. فكتكون فرحانه وكتبقى تغني وكتجري وكيبان عليها شحال فرحانه. وكيتعصب فلان من تصرفاتها، مره حزينه حيت ماما غادي تقلق منها، وشويه كتكون فرحانه وما باغاش ترجع للبرج مره اخرى. وكيمشي عندها فلان وهي كتبكي وبدا كيواسي فيها وكياكد لها ان ماماها غادي تقلق بزاف منها حيت ما سمعتش هضرتها، وكيقول لها من الاحسن لك ترجعي للبرج وتعطيني التاج قبل ما نجي. وبطبيعه الحال رابونزل ما غاديش تبغي وكتقول ليه انها بغات تمشي تشوف المصابيح. فكتخاف ملي كتشوف ارنب خرج من وسط الشجر. وديك الساعه كطيح على فلان واحد الفكره باش يرجع للبرج، وكيقول لها انه كيعرف واحد المطعم زوين يمشيو ياكلوا فيه. وكنمشيو لعند ماكس اللي كيكون باقي كيقلب على فلان. فكتشوفو كاسل اللي كتستغرب حيت كاين بوحدو في الغابه. فكتمشي كتجري وكترجع للبرج وكتبقى تعيط لرابونزل، ومني ما كتجاوبهاش كتدخل من بلاصه سريه وكتطلع للبرج وكتبقى تقلب على رابونزل. وبالصدفه كتلقى الصاك اللي فيه التاج وكتشوف التصويره ديال فلان، فكتفهم انه هو اللي خطفها. وفي نفس الوقت كيكون واخد فلان رابونزل المطعم كاين وسط الغابه. فكتفاجئ رابونزل ملي كتدخل المطعم حيت عامر بالمجرمين والشفاره شكلهم كيخلع. كيبقى فلان كيخلع فيها وكيقول لها احسن ليها ترجع للبرج وكياخذها باش يمشيو. وهما يحبسوهم المجرمين ما يخرجوش باش يسلموا فلان للحراس وياخذوا عليه مكافاه. وكيبقاو كاملين مضاربين على شكون اللي غادي يسلموا ليهم باش ياخذ المكافاه. وكتحاول رابونزل باش تعاتقو كتضرب واحد منهم بالعود ديال الشجره وكتطلب منهم يطلقوه، وكتقول لهم انها خاصه تمشي تشوف المصابيح وهو الوحيد اللي غادي يعاونها حيت الحلم ديالها مني كانت صغيره. وكتسولهم واش هما ما عندهمش احلام. فكيقرب منها واحد من المجرمين وكيقول لها ان الحلم ديالو يكون عازف موسيقى. وكتبقى رابونزل منبهره بالطريقه اللي كيعزف بها، وكل واحد كيقول لها باش كيحلم وهما كيغنيو فرحانين. وكتبان لينا هنا كاسل اللي كتوصل للمطعم وكتفاجئ ملي كتشوف رابونزل وهي كتغني مع المجرمين. اما فلان كيكون مستغرب من هذا الشيء كامل وكيتصدم ملي كيسولوه على الحلم ديالو. فكيبدا حتى هو كيغني وكيقول لهم انه كيحلم يشري جزيره بعيده ويسكن فيها بوحدو ويكون لاباس عليه. وفجاه كيدخلوا الحراس للمطعم باش يشدوا فلان وكيتخبى عليهم دغيا هو ورابونزل. وكيبان لنا ان الحراس قدروا يشدوا الشفاره اللي كانوا مع فلان. وكنشوفوا واحد من المجرمين اللي حل لهم ممر سري باش تهرب منه رابونزل وفلان. وفجاه كيجي ماكس وكيقدر يعرف الممر السري. فكيطلب رئيس الحراس من واحد الحارس يحضي دوك الجوج خوت الشفاره وكيدخل الممر. فكيضربوا المجرمين الحارس وكيتبعوهم حيت كانوا باغيين ينتقموا من فلان. اما كاسل كتهدد واحد من المجرمين وكتسولو على فين كيوصل النفق. وسط النفق كيكون فلان منبهر بداكشي اللي دارت رابونزل وهو يسولها علاش ما خرجتش من البرج شحال هادي. قبل ما تجاوبو كيسمعوا الحراس جايين ليهم فكيهربوا منهم وكيخرجوا من النفق. وقبل ما يحاصروهم الحراس والخوت الشفاره كتعلق رابونزل شعرها في العود وكتمشي للناحيه الثانيه. اما فلان فكيتضارب مع الحراس بالمقله وكيغلبهم كاملين. فكيجي ليه ماكس وكيهاجموا بالموس وكيضربوه كيطيح ليه المقله. وفي اخر لحظه كتلوح ليه رابونزل شعرها وكتعتقوا منه. فكيهرس ماكس العود من السد وكيحاول يشد رابونزل وفلان اللي كيهربوا بجوج من الحراس والخوت الشفاره. وفجاه كينفجر السد وكيبان لهم كهف كيدخلوا ليه، ولكن كطيح صخره كبيره كتسد ليهم الباب وبدل ما كيدخل ليهم لداخل وما عندهمش كيفاش يخرجوا منه. وبقى كيقلب فلان على شي مخرج وهو يقول لرابونزل ان الكهف مظلم. فكتقلق رابونزل وبقات كتلوم راسها على انها هي السبب في هذا الشيء. فكيواسيها فلان وكيقول لها ان سميتو الحقيقيه هي يوجين ماشي فلان رايدر. وديك الساعه فكرت رابونزل ان شعرها كيضوي مني كتغني وبدات كتغني وضوى ليها شعرها. وديك الساعه مشى فلان المخرج وقدر يحيد الصخر وخرجوا من الكهف. فكيكون فلان مصدوم من شعر رابونزل بزاف. وكنرجعوا عند كاسل اللي مخبيه حدا مخرج للنفق وهي كتشوف الخوت الشفاره وهما خارجين كيتحالفوا على فلان باش يقتلوه وياخذوا ليه التاج. فكتعيط ليهم كاسل وكتعطيهم التاج وكتقول لهم انها عندها شي حاجه اخرى اغلى من التاج وانها غادي تعاونهم باش يقتلوا فلان. وفي نفس الوقت كتدور رابونزل شعرها على يد فلان اللي تجرحات ملي
كان كيحاول يخرج من الكهف. وبدات رابونزل كتغني، فبدا شعرها كيضوي وانبهر فلان من هذا الشيء اللي كيشوف. ومني كتوقف الغنى كيتفاجئ فلان مني كيشوف يديه تشافات. وشرحات ليه رابونزل ان شعرها كيشافي الجروح وكيرجع الشباب، وانها مجرد الا قطعت منه كيولي بني وكيفقد قوته السحريه. هذا الشيء علاش كانت امها منعاها من الخروج، والسبب اللي ما خلاهاش تشوف المصابيح من شحال هذه. فكيتعاطف معها يوجين وكيبدا يعاود لها القصه ديال شخصيه فلين رايدر اللي كان كيعاودها للدراري الصغار في الملجأ. وقصه كانت على بطل كيعاون الناس ولاباس عليه، وهذا الشيء علاش تقمص شخصيته. وديك الساعه كتقول ليه رابونزل اسم يوجين عجبها اكثر من اسم فلين رايدر، وهنا كيبان لنا الاعجاب اللي دار بيناتهم. وفي الوقت اللي كيهضروا فيه كيقول لها يوجين غادي يمشي يجيب لها الحطب. فجاه كتبان كاثل وكتقول لرابونزل ان يوجين غير كيكذب عليها وخاصهم يرجعوا للبرج، ولكن رابونزل كترفض وكتقول لها ان الناس ما خايبينش كيف ما كنتي مفهماني، وانها حاسه ان يوجين كيبغيها. فاستهزأت بها كاثل وقالت لها انه غير كيخدع فيها وما خاصهاش تبغي واحد شفار. فكتلوح لها التاج والصاك وكتقول لها انه بمجرد ما غياخد الصاك غادي يمشي ويخليها وكتمشي. ومن بعد كيجي يوجين وكيطمن عليها، فكتكون خبات الصاك والتاج. وكيبانوا لينا هنايا كاثل ودوك خوت الشفاره حاضرهم من البعيد. والنهار الاخر كيبان لينا ماكس اللي قدر يوصل ليوجين وكيحاول يشدو. فكتفيق رابونزل من الناس على صوته وكتعاونو وكتمنع ماكس انه ياخدو، وكتكالمي بمساعده باسكال وكتبدا تمدح فيه وتحك ليه. وكيبان لينا ماكس اللي عجبو الحال باهتمام رابونزل ليه، فكتطلب منه ما يشدش يوجين حيت اليوم عيد ميلادها. فكتفق معاه انه من ورا ما يوريها المصابيح يقدر ديك الساعه يشدو. فكيوافقوا بجوج على هضرتها. ومن بعد كيوصلوا للمملكه اللي كتنبهر رابونزل بالجمال ديالها، وكيبقى ماكس ويوجين مضاربين مع بعضياتهم. اما رابونزل فما عرفتش كيفاش تمشي بسبب شعرها اللي طويل، فكيعاونها يوجين كيخلي البنات يضفروه ليها وكينبهر بها يوجين وكتعجبو كثر. كتستغرب رابونزل مني كتشوف تصويره الملك والملكه وهما هازين بنتهم الاميره، وحسات باللي راه كتعرفهم. وكتفرح مني كتسمع الموسيقى وكتبقى تشطح وهي فرحانه وكتخلي كاع الناس يشطحوا معاها. وحتى ماكس كيدفع يوجين وكيخليه يفتح مع الناس. فكيشري فلان رابونزل توب مرسومه فيه الشمس ورسماتها في الارض. فجاه كيشوفوا الحراس وكيتخباو، ومن بعد كيمشيو يشوفوا المصابيح وكيعطي يوجين الماكس تفاح باش ياكلو. وكيدي يوجين رابونزل لبلاصه بعيده باش تفرج على خاطرها. وكانت رابونزل متوتره وقالت لي ان حلمها تشوف المصابيح مني كانت صغيره وما عارفاش اش غادي دير من بعد ما تحقق الحلم ديالها. وهو يقول لها احسن حاجه حيت غادي تحققي الحلم ديالك وديك الساعه غادي تقلبي على حلم جديد. وكنمشيو عند الملك والملكه اللي كيبانوا لنا حزينين ومفتقدين بنتهم، وكيطلعوا للسطح وكيطيروا مصباح. وديك الساعه كاع اهل المملكه كيطيروا مصابيح ديالهم اللي كان العدد ديالهم كبير بزاف. فكتنبهر رابونزل مني كتشوف المصابيح وهما طايرين وكتبقى تفرج فيهم وهي فرحانه، وكتزيد تفرح مني كتشوف المصابيح اللي جابهم ليها يوجين. وقالت لي انها جابت ليه التاج حيت ما بقاتش خايفه. فكيكون يوجين ما مهتمش بالتاج وكيطيروا المصابيح مع بعضياتهم. وكيكون يوجين فرحان بزاف بالوجود ديالها وكيشد فيها وكيبقاو يغنيو بجوج. وقبل ما يعترف لها انه كيبغيها فجاه كيشوف الخوت الشفاره كيتسناوه. فكيعتذر منها وكياخذ الساك وكيقول لها انه غادي غير يقضي واحد الحاجه ويرجع عندها. فكيمشي عند الخوت الشفاره وكيعتذر منهم وكيلوح ليهم التاج. ومني بغى يمشي حبسوه وقالوا لي حنا ما بغيناش التاج، باغيين رابونزل حيت مهمه اكثر من التاج. وكنمشيو عند رابونزل اللي كتكون كتسنى يوجين وكتفرح مني كتشوفو جاي لعندها، ولكن كتفاجئ مني كتعرفهم الخوت اللي قالوا لها ان يوجين خدا التاج وهرب وسمح فيها وكيوريوه ليها وهو غادي. فكتقلق رابونزل بزاف حيت يوجين خداها ومشات كتجري باش تهرب من المجرمين اللي بغاو يشفروها. وفجاه كتسمع صوت شي واحد كيتضرب، ومني كتمشي تلقى ماماها هي اللي ضرباتهم. فكتجري لعندها وكتعنقها وكتقول لها ان كان عندها الحق. اما يوجين فكان مغيب ومكتشف وشاد التاج في يديه. فكيشوفوا الحراس وكيشدوه وكيشوفهم ماكس من البعيد. وكنرجعوا عند رابونزل اللي كتبان لينا حزينه حيت كيسحاب لها يوجين غدرها وما كانش كيبغيها وكيحاول باسكال يواسيها. فكتفكر هما انها نصحات اكثر من مره وهي اللي ما سمعتش هضرتها وكتخليها وكتمشي. فكتبقى رابونزل تشوف الثوب اللي شراه لها يوجين وكتحس بشي حاجه غريبه وكتفكر التصويره ديال الملك والملكه وبنتهم الصغيره الاميره. وكتفكر مني لبست التاج وهنا كتفهم انها هي الاميره المفقوده. وكتمشي عند كاسل وكتقول لها على انها هي الاميره المفقوده وهي ماشي امها. وكاع هذا الوقت وهي خاطفاها وكتستغل شعرها وبقات كتغوت عليها حيت خاطفاها من امها وبقات حابساها في البرج حياتها كامله. فحاولت كاسل تبرر ليها وتواسيها ساعه رابونزل شداتها في يديها ودفعاتها، وهذا الشيء عصب كاسل بزاف. اما يوجين فكان خايف بزاف على رابونزل وكيجيو الحراس باش يديو يعدموه. وهو غادي كيشوف الخوت الشفاره فكيضرب الحراس وكيهدد واحد منهم وكيعرف ان كاسل هي السبب في كل شيء. فكياخذوه الحراس باش يعدموه وخا عيان يشرح لهم ان البنت في خطر حتى واحد ما تيقو. فكنشوفوا كاع البيبان كيتسدوا فجاه كيبانوا لنا المجرمين اللي كانوا في المطعم كيضربوا الحراس وكيهربوا يوجين.
ولكن الحراس كانوا كثروا تبعوا يوجين في المجرمين كيضربوهم وكيعاونوه، فكيحطوه فوق الجرار وكيطيروه في السما حتى كيطيح عند ماكس. وبطبيعه الحال كيكون ماكس هو اللي جاب المجرمين وكياخذ يوجين وكيهربوا من الحراس باقصى سرعه، وكيوصلوا ماكس لحد البرج وكيبدا يعيط لرابونزل باش تلوح ليه شعرها. وفعلا رابونزل كتلوح ليه شعرها فكيتسلقوا بمجرد ما كيدخل كضربوا قاتل بالموس، وكتمشي تاخذ رابونزل اللي كانت مكتفه وكتقول لها انها غادي تاخذها لبلاصه ما يقدر يلقاها فيها حتى واحد. وحاول باسكال باش يمنعها ولكن ضرباته، وبدات رابونزل كتقاوم فيها وهي تقول لها انها غادي تمشي معاها ولكن الا خلاتها تعالج يوجين. وبمجرد ما رابونزل بغات تقرب منه باش تعالجو كيقطع لها يوجين شعرها، وديك الساعه كيتحول له للبني وكيفقد قوته السحريه. وكنشوفوا كاسل اللي ولات مرا الشارفه وهي كتغوت كطيح من البرج، وبمجرد ما كتوصل للارض كتكون غبرات. اما رابونزل كتكون حزينه حيت ما قدراتش تعالج يوجين وطلبت منه باش ما يموتش ويبقى معاها. فكيقول لها يوجين انها كانت الحلم ديالو، وجاوباتو انها حتى هي كان هو الحلم ديالها جديد. فكيغيب يوجين وكتحزن عليه رابونزل بزاف، وبمجرد ما كتنزل عليه دمعه وحده من عينيها كتضوي وكتمشي ليه لبلاصه الجر وكتكون زهره كبيره وكتنبهر رابونزل ملي كتشوفها. وكيمشي الضو من بعد ما عالج ليه الضربه وكيفيق يوجين وكيقول لها انه كيعجبو الشعر القهوي، وهي تفرح بزاف وعنكاجو. ومن بعد كنشوفوا الملك والملكه اللي غاديين كيجريو بالزربه وكيشوفوا يوجين ورابونزل اللي كتقرب من همها وكتاكد انها بنتها وكتعنقها، وكيجي حتى باها كيعنقهم وكيجروا يوجين حتى هو. فاحتفلت المملكه كامله برجوع الاميره رابونزل، وكل واحد من المجرمين حقق الحلم ديالو ولا محبوب. وفضل ماكس تحبست الجرائم وتزوجت رابونزل بيوجين وحكمت المملكه بكل عدل وحكمه، وكيعيشوا مع بعضياتهم في تبات ونبات. وهنا كنكون وصلنا لنهايه الملخص ديالنا. الى عجبكم الفيديو ديالنا واستمتعتوا به ما تنساوش ديروا لايك وتشاركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد، وكتبوا لي في التعاليق شنو بغيتوا نلخص لكم المره الجايه. نشوفكم في الفيديو الجاي.